قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة فليكرر هذا الدعاء 3 مرات: اللهم يا رازق السائلين وراحم المساكين يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك، يا قاضي الحاجات اقض حوائجي وفرج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم إني استودعتك أبنائي في مكان غابت عنهم عيني ولكن عينك لا تغيب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك، يا ربي إنهم أغلى ما أملك في هذه الدنيا فلا ترني فيهم مكروها، اللهم إنهم هبة منك ومصابيح بيتي، فاللهم لا تطفئ لهم نورا واهدهم من الصالحين، اللهم اجعلهم من خير الناس وازرع فيهم البركة وحب الناس، واكتب لهم النجاح يوما بعد يوم، اللهم اجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأبناء كل من كتب هذا الدعاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.